السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وأخبار الدوري المصري بعد الجولة الثالثة. المصري البورسعيدي وبيراميدز اتعادلوا 2-2، كان ماتش قوي جدا. أنا بعتبره أحسن ماتش في الجولة الثالثة، ويمكن من أحسن الماتشات اللي اتلعبت من أول الموسم. تألق عمر الساعي وجاب جون في بيراميدز والمباراة انتهت 2-2. البنك الأهلي وكهرباء إسماعيلية اتعادلوا 1-1. سيراميكا كليوباترا فاز على إنبي 2-0. الاتحاد غلب الإسماعيلي 1-0. بتروجيت غلب وادي دجلة 1-0. والزمالك غلب مودرن سبورت 2-1 في ماتش غريب، ودخل جون غريب في أبو جبل وجون ما يخشش في ناشئ، بس عادي يعني. خلاص يا جماعة، خدنا على كده من لعيبة الزمالك اللي بتمشي من الزمالك وبتروح الفرق التانية، ويعني مش عايزين نتكلم في القصة دي، مهروسة قوي ومعروفة قوي. ترتيب جدول الدوري المصري هنقول أول 6 فرق، لأن طبعا لسه الدنيا ما بانتش قوي، فهنقول أول 6 فرق بس. في المركز الأول دلوقتي المصري ب7 نقط، بعديه المركز الثاني الزمالك 7 نقط، بعديه نادي زد في المركز الثالث 5 نقط، بتروجيت في المركز الرابع 5 نقط، بيراميدز في المركز الخامس 5 نقط، الأهلي في المركز السادس 4 نقط، والأهلي كان باي الجولة دي، ما لعبهاش، كان مريح في الجولة دي. أنا شايف إن في حاجات طبعا، يعني نتكلم دردش شوية كده عن المدربين اللي في الدوري المصري اللي عاملين أداء جامد جدا مع فرقهم. يعني أنا شايف إن المدرب نبيل الكوكي التونسي اللي بيدرب المصري عامل شغل جامد جدا جدا مع النادي المصري، ونقلهم في حتة تانية خالص. اللعيبة بتلعب في الملعب بروح عالية جدا وأداء هجومي 10/10. كابتن محمد شوقي مع نادي زد عامل شغل عالي جدا جدا جدا، ربنا يوفقه يعني ابن الأهلي. بأمانة عامل شغل جميل مع نادي زد وأداء حلو، في كرة حلوة شايفينها. يعني الفكرة مش في إن أنا أكسب بس أو أتغلب أو أخسر أو أتعادل، لا، أنت بتشوف كرة حلوة بصرف النظر عن النتائج. يعني هو كسبان ماتش ومتعادل ماتشين، بس الفكرة مش في كده، الفكرة إن في كرة حلوة بتتقدم، في فكر بينزل الملعب بيتنفذ. فشايفين إن في حاجات مميزة. في عندنا مدرب بتروجيت كابتن سيد عيد ده، يعني راجل برضه 10/10 وعامل أداء جميل أوي مع بتروجيت. طبعا الأهلي إن شاء الله، يعني ننهي الأخبار إن الأهلي إن شاء الله هيلعب الماتش الجاي يوم الاثنين الجاي مع غزل المحلة، وهيكون ماتش قوي جدا جدا جدا. أنا مش عارف بقى التشكيل بقى، يعني هتوقع التشكيل معاكم كده. التشكيل هنقول مصطفى شوبير هيقف في حراسة المرمى، على اليمين كريم فؤاد، في قلب الدفاع أشرف داري وأحمد رمضان بيكهام، باك شمال أحمد نبيل كوكا لأن محمد شكري غايب طبعا بسبب الإصابة. في قلب الملعب هنقول إليو ديانج، قدامه محمد علي بن رمضان، قدامه أحمد سيد زيزو، على اليمين تريزيجيه، على الشمال بن شرقي، في قلب الهجوم محمد شريف. ده توقعي لتشكيل الأهلي اللي هيلعب ماتش غزل المحلة الجاي إن شاء الله. وبالتوفيق للنادي الأهلي، وما تنسوش تدعوا لإخواتكم في فلسطين وصلوا على النبي. السلام عليكم.